السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبصحة وبسعادة يا رب. بحبكم في الله وبحب دعواتكم ليا بصراحة، ربنا يكرمكم يا رب ولكم جزيل الشكر بصراحة. بصوا يا حبايبي، النهاردة هنعمل هي مقبلات، يعني هي مش سلطة ومش أكلة أساسية، هي تعتبر مقبلات، حاجة بتتحط جنب الأكل. يعني أي أكلة تعجبك هتحطي جنبها الوصفات البسيطة دي والسهلة دي. بصوا يا حبايبي، النهارده هنعمل طماطم بالبصل مخلله. مخلله ازاي بقى؟ عندنا طماطم مغسوله زي ما احنا شايفين كده اهو، جامده مش مستويه طبعا، وبصل متقطع شرايح زي ما احنا شايفين كده حبايبي، شرايح طوليه كده بالطريقه اللي تعجبك. عايزه تقطعيه صغير براحتك، الطريقه اللي تعجبك. انا مقطعاه بالطريقه دي. وعندنا الدقه بتاعتنا، الدقه دي يا حبايبي انا عملتها في فيديو قبل كده. الدقه دي اللي انا قلت لكم عليها اللي هي تنفع لجميع انواع المخللات. الدقه دي عباره عن ايه؟ فلفل احمر، ملح، كمون، ليمون، خل، وتوم. توم كتير، تمام؟ يعني متحبشه من كل حاجه. دي هتخللي بيها جاهزه بقى كل وصفاتك وكل حاجتك وكل مخللاتك اللي انت عاوزاها ان شاء الله باذن الله. لو انتوا حابين هسيب لكم باذن الله الوصفه بتاعتها في اول تعليق في الفيديو بتاعنا ده. تمام يا حبايبي؟ معانا ايه تاني؟ معانا هنا شويه كزبره متخرطين زي ما احنا شايفين كده. ده ريحان، ده ريحان، ورق ريحان. هغسله وهقطعه. انا سبته ليه مصحح عشان اوريه لكم قبل ما اقطعه هنا واحطه لكم، اوريه لكم مصحح قبل ما نحطه. تمام يا حبايبي؟ وشويه زيت. دي بقى طبعا عليها ملح وعليها كمون وعليها كل حاجه، فاحنا مش محتاجين ملح ولا كمون، كل حاجه موجوده في الدقه دي. تمام يا حبايبي؟ هنسمي بسم الله ونبدا ونشوف هنعمل ايه. هنجيب الطماطم الاول ونبدا نقطع الايه اللي هو الراس بتاعتها اللي فوق دي. دي اول خطوه. تمام؟ ونقطعها. ادي الطماطمايه هنقطعها كده يا حبايبي 4 اهو زي ما احنا شايفين كده. يبقى احنا شلنا العنقود بتاع الطماطم اللي فوق ده ونقطع الطماطم 4 زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي اهو. تمام يا باشا اهو. هنكمل ونرجع كده يا حبايبي. قطعنا الطماطم اهو زي ما انتوا شايفين. هنحط عليها كميه البصل بتاعتنا اهو. تمام كده. ونقوم جايبين شويه الخضار بتاعنا اللي هو الكزبره اللي متقطعه بالشكل ده ونرشها برده كده عليه الكميه اللي انت عاوزاها. عايزه كتير براحتك، عايزه شويه براحتك زي ما تحبي. تمام؟ ونقوم جايبين ورق الريحان بتاعنا اهو زي ما انتوا شايفين. انا ما رضيتش اقطعه، يعني ادخله جوه الخضار عشان تشوفوه. ده هيديلها نكهه وريحه وطعم جميل جدا جدا جدا. يعني اخترعي وافتكسي وجددي وشوفي الحاجه اللي انت حباها في مطبخك. على فكره ممكن تحطي نعناع، لو مش حابه ريحان ممكن تحطي نعناع اخضر مفيش مشكله، ممكن شويه نعناع ناشف برده مفيش مشكله. تمام؟ وهنا بقى الخلطه بتاعتنا السحريه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ونقوم حاطينها كده يا حبايبي زي ما احنا شايفين اهو. حبينا اكتر هنحط، حبينا شويه هنحط على حسب ما انت عاوزه. واخر مكون شويه زيت صغيرين، زيت زيتون ماشي، ما عندكيش زيت زيتون هنحط شويه زيت اكل ماشي، المهم ان هو الزيت يكون فاتح يعني. تمام كده وصفتنا خلصت. هنبدا نعمل ايه؟ هنبدا نقلب كل مكوناتنا دي. الله 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 على الريحه، بسم الله ما شاء الله. بصوا يا حبايبي الشكل، بصوا الالوان. بصوا احنا الوصفه بتاعتنا دي ممكن تخليها زي ما هي كده ونحط معاها مكعبات بطاطس مسلوقه يبقى تمام قوي. ممكن مكعبات بدنجان مشوي او مقلي مثلا برضو مفيش مشكله. جددي يا حبيبتي، جددي في مطبخك واعملي وصفاتك وحطي اللي انت حباه، كل اللي انت عاوزاه حطيه في اكلك. تمام اهو. ادي الوصفه بتاعتنا. بصوا يا حبايبي سهله جدا وبسيطه وسريعه ومش هتاخد مننا وقت خالص اهو زي ما احنا شايفين كده. وطعمها بقى وريحتها ما اقولكوش. دي بنحطها جنب اي اكل يعجبنا. تمام يا حبايبي؟ زي ما انتوا شايفين كده. هنحطها في طبق التقديم ونوريها لكم. وبكده يا حبايبي نبقى خلصنا طبق الطماطم بالبصل المخلله زي ما انتوا شايفين كده. طريقه بسيطه جدا وسهله وباذن الله تعجبكم. وزي ما قلت لكم يا حبايبي باذن الله الدقه اللي انا حطيتها عليها تنفع لجميع انواع المخللات. وباذن الله ان شاء الله هسيبها لكم في اول تعليق في الفيديو بتاعنا دوت. وان شاء الله فيديوهاتنا تنول اعجابكم وباذن الله يا رب كده نكون عند حسن ظنكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.